في لحظة معينة في اليوم لو كنت صاحي فيها فاعرف إنك مش لوحدك. الساعة 3 بعد نص الليل، الناس بتسميها ساعة الشيطان أو ساعة الأشباح أو الساعة المسكونة. ليه؟ لأن اللي بيحصل فيها مش طبيعي. ناس بتصحى على أصوات غريبة، ناس بتشوف كائنات سودة عند طرف السرير، وناس ما صحيتش تاني. ايه هو سر الساعة 3 وليه الكائنات دي بتختار الوقت ده بالذات علشان تظهر؟ أنا فيروز فؤاد وده اللي هكلمكم عنه النهاردة. في معتقدات قديمة بيقولوا إن الساعة 3 هي عكس ساعة موت المسيح، الساعة 3 العصر، وعشان كده الكيانات الشيطانية بتختارها للإهانة والسخرية من الرموز المقدسة. لكن في عالم الباراسايكولوجي بيقولوا إن الطاقة الكونية بتكون مفتوحة وقتها، بوابات بين العوالم بتتفتح والأرواح بتتنقل بحرية. يعني باختصار الساعة دي هي أنسب وقت لأي كيان مظلم يوصل. أمينة ست من شبرا عندها 40 سنة بتقول كنت نايمة عادي، صحيت الساعة 3 ودقيقتين بالظبط، حسيت كأن في حد بيقرب من السرير وكنت مش قادرة أتحرك. فتحت عينيها لقت ظل طويل واقف عند طرف السرير، وشه مش باين بس صدره بيتحرك بسرعة كأنه بيشمها. حاولت تصرخ مفيش صوت، حاولت تتحرك جسمها متجمد، وفجأة الكيان ده اتكلم بصوت خشن وقال أنا رجعت زي كل ليلة الساعة 3. من بعدها كل يوم الساعة 3 بتصحى تلاقي باب الأوضة مفتوح لوحده والنور بيطفي، وساعات بتلاقي على الحيطة علامة محروقة على شكل كف إيد. مازن شاب جامعي كان بيذاكر لوحده في اوضته. الساعة بقت 3 وهو مش واخد باله وهو بيذاكر، سمع خبط خفيف على باب الشقة، خرج مفيش حد، رجع لقى ورقة مكتوبة على مكتبه بتقول ما تنساش معانا الساعة 3 كل ليلة. ومن بعدها كل ما الساعة تيجي 3 يسمع همس في ودنه وحد بيقول اسمه، وبيشوف وشوش في المرايات. وفي يوم اتفاجئ ان الموبايل بتاعه سجل مكالمة 13 دقيقة لوحده. الصوت اللي في التسجيل أنين وصوت جري، وبعدين صوت ست بتصرخ انت اللي خليتهم يجوا. دراسات كتير بتقول ان الجسم البشري بيكون في اضعف حالاته بين الساعة 52 دقيقة و43 دقيقة صباحا. القلب بيبطأ، الضغط بينخفض، والمخ بيكون في حالة وعي مش كامل. وده بالظبط اللي بتستغله الكيانات المظلمة تدخل في اللحظة دي لما بتكون ما بين النوم والصحيان، تتحكم في احلامك، في جسمك، في وعيك. وفي حالات كتير بيتم تسجيل الشلل النومي بالظبط الساعة 3 اللي بيحصل فيه انك بتكون صاحي بس جسمك مش بيتحرك واللي حواليك مش بشر. وفي تجربة نور من اسكندرية بتقول انها صحيت الساعة 3 و5، كانت حاسة بتقل فوق صدرها، لقت خيال قاعد عليها وعينه سودة خالص، فضل يضغط عليها لحد ما فقدت الوعي، وصحيت بعدها بنص ساعة ولسه حاسة بألم في صدرها. وآدم من المنوفية بيقول كل يوم الساعة 3 باب الأوضة بيتفتح واسمع خطوات تيجي لحد جنبي، وفي يوم اتسجل على موبايلي ريكورد مش أنا اللي حطيته، كان في صوت بيقول افتح لي الباب. الليلة بتبدأ والظلام بيغطي الدنيا، بس لما الساعة توصل 3 الهواء بيتغير، الإضاءة بتترعش والأصوات بتبدأ تظهر. هل هو مجرد وقت ولا في حاجة فعلا بتتفتح حوالينا؟ هل الأرواح فعلا بتخرج الساعة دي ولا احنا اللي بنستدعيهم من كتر الفضول؟ كل اللي نعرفه إن ناس كتير حوالينا بيصحوا الساعة 3 ويقولوا جملة واحدة بس، أنا حاسس إن مش لوحدي. قولي صحيت قبل كده الساعة 3 الفجر وحسيت بحاجة غريبة؟ اكتبلي في الكومنت وخلينا نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في الساعة الملعونة دي. ولو عايز تعرف اكتر عن اللي بيحصل لما بوابات الارواح بتتفتح استناني الحلقة الجاية علشان اللي جاي رعب بجد.